بصوا يا جماعه، فيديو كده توضيحي للستانلس ستيل عشان تعرفوا مضروب ولا مغشوش. بدايه كده مقدمه سريعه بس عشان وقت الريل، علشان اقدر افيدكم في كله. الستانلس ستيل معدن مقاوم للصدأ والتآكل وضد الميه، لان هو اصلا مكون من معادن زي التيتانيوم وكروم. والكروم بقى بيخليه ايه كمان؟ بصوا، بيخليه يعني مثلا انا لو مسكت ختمين كده بيخليه مقاوم للخدوش. تمام. بصوا يعني انا مثلا لو ختمين كده اهو، وابتديت ان انا احكهم في بعض. مش عارفه اعملها لكم ازاي، استنوا بس استنوا عليا. بصوا، بيعمل ان هو بيبقى مقاوم للخدوش، يعني تشتغلي بيه في البيت ما يتخدش منك ولا اي حاجه. يعني بصوا، انا الدار كارتيه بتاعتي بشتغل بيها كتير قوي. تمام. ما بتتخدش، مقاومه للخدوش علشان ماده الكروم اللي في الستانلس ستيل. حلو الكلام. طيب ايه تاني في الستانلس ستيل علشان تعرفيه؟ ما تجريش ورا المختوم. انا عندي كله مختوم اهو، ماشي، بس مش ده الاساس ان ما تجريش ورا المختوم. لان في حاجات بتبقى مختومه وفي نفس الوقت هي مش ستانلس ستيل، كله بيبقى بيتغش. يعني انا عندي الكارتيه دي بتاعتي من زمان. الناس بقوا لازم تجيبي لنا اللي مكتوب عليها كارتيه، وهي بتاعتي وستانلس وبشتغل بيها كتير جدا. جبت لكم اللي فيها كارتيه علشان ارضي الاذواق، مفيش مشاكل خالص عندي. لكن هو مش شرط يبقى مختوم. ايه اللي انت محتاجه تبقي متاكده منه؟ مش الختم ولا اي حاجه. انت متاكده، انت تحتاجي ان انت تتاكدي من المكان لما تتاكدي منه ان هو مكان موثوق. خلاص اشتري وانتي مغمضه. طالما قالك ستانلس ستيل وقالك ان في ضمان تغيير اللون، طب انتي بتدي ضمان ليه وانتي اصلا متاكده انه مش هيغير لون؟ هقولك ليه. بصوا كده بقى، عشان الفيديو ده مهم جدا، لازم يعني لو عرفتوا حد شيرهولي. هقول لكم ليه. انا لسه جايباها عندي هنا، دي موجوده معايا من زمان. راحت فين؟ ثواني بس عشان احنا بنحضر، مش عارفه راحت فين. ادور عليها. بصوا، هي عامه عندي من زمان. عندي انكلت اهو. بصوا، عندي انكلت من زمان انا كنت جايباه. الانكلت ده ستانلس ستيل اصلي، ماشي. عايزه اقول لكم هو انسيال اصلا، بس انا بستخدمه خلخال. عايزه اقول لكم ان انا يعني لما اجي اعمل باديكير بيه او حاجه، انا بحط رجلي كلها في الميه ما بقلعهوش. فين اهو؟ رجلي كلها في الميه ما بقلعهوش. تمام. فده هو ايه اللي حصل فيه بقى؟ اللي حصل فيه ان ابتدت الجولد او البليتنج بتاع الجولد ده ابتدى يروح من الحته دي، بس الباقي كله زي ما هو. الباقي كله زي ما هو، اللي ابتدت بس تروح الحته دي منها. هل ده مش ستانلس ستيل؟ لا، ده ستانلس ستيل. وكنت ده بقول لكم جايباه من قبل ما اشتغل في البيزنس اصلا. ده ستانلس، فبقى معايا سنين، يعني اكتر من سنه ونص. ماشي. فده ستانلس ستيل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحته دي ما اتطلتش كويس، ما خدتش خدمتها في الطلا، ودخلت الفرن بتاع الطلا كويس عشان الطلا يثبت عليها. وده خطأ بشري، ممكن من قطعه من بين قطعه. عشان كده انا بدي ضمان على حاجه زي كده. لكن هو لو مش ستانلس ستيل هيصدي مني، وده ما حصلش. ما بتصديش، هي بس رجعت للونها الاصلي تاني، اللي هو لون الستانلس ستيل. تمام. ما خدتش حقها في الطلا. في العادي الطلا ده ما بيتشالش، لان هو بيدخلوه جوه افران كده، فما بيتشالش بسهوله. تمام. دي ما خدتش حقها في الطلا، عشان كده كل الخلخال شغال معايا وكله بلمعته لسه لغايه دلوقتي، ما عدا الحته دي بس. فعشان كده انا بدي ضمان، علشان لو حصل واحده في 100 واحده حصل فيها المشكله دي، يا انت بتطمنه البتاع. مع انه انا بقى كنت هرجع له الراجل وعادي، هو الراجل كان كويس وعادي برجع معاه وبتعامل معاه. لكن انا خلاص، اهم حاجه انا مش مصديه، مش مسببه لي حساسيه. وحسيت ان شكلها والله لطيف، يعني ابيض في جولد، يعني ما عملتليش قلق قوي يعني. تمام. فانا عشان بس انت يعني، وممكن تاخديه عند اي حد يطلعها لك اصلا بميه دهب ب 20 جنيه 30 جنيه. بس طبعا انت مالكيش ذنب، فانت بترجعها لي لو حصل حاجه زي كده، ودي نادرا جدا لما تحصل. فانت بترجعها لي وبنتصرف فيها، او بنرجعها لك زي لو هي في الضمان. فانت كفيل قوي الضمان ان يخليكي لما تستخدميها يبان على طول هي الطلب بتاعها يروح ولا. عشان كده انا بدي ضمان ضد تغيير اللون، تمام. ايه تاني في الستانلس ستيل مهم تعرفوه؟
مهم تعرفوا، يبقى كده عرفنا ان مش شرط يبقى مختوم، اهم حاجه المكان يبقى موثوق منه. لمعته بتبان قوي يا جماعه. يعني بص لمعه وخصوصا لما حد يشتغل في الستانلس ستيل كتير، او يبقى يعني حد غاوي الستانلس ستيل وبيجيبه كتير، هيفهمه على طول من اوله، هيفهم ان ده ستانلس ستيل ولا دهب صيني ولا بلاتينم. وانا ما بشتغلش في البلاتينم، ولو اشتغلت فيه هقول لكم ان ده بلاتينم. تمام. الستانلس ستيل لمعته بتبقى زي الدهب. بصوا كده، شايفين ده خاتم المسمار انا اخدته ليا، انا حاطه على الدبله. بصوا هو الدبله لمعه واحده، لمعته زي الدهب، مش اصفر زي الدهب الصيني، لا خالص، لمعته زي الدهب. انا بغسل بيه الاطباق وما بقلعهوش، انا ما بقلعهوش من ساعه ما جبته. تمام، علشان بجربه كمان، يعني عامله تجربه عمليه مع نفسي، معني متاكده من الحاجه يعني، بس انا كده كده ما بقلعهوش. ايه تاني بقى في الستانلس ستيل مهم؟ ان المعدن نفسه قوي. قوي يا جماعه بمعنى ايه؟ معنى ان السلسله مش ضعيفه. شايفين السلسله دي؟ يعني انا ممكن اشدها كده، طبعا لو شدتها قوي هتتقطع، بس بتستحمل معانا، يعني بتستحمل الاستخدام اليومي، بتستحمل معايا ان انا اشد كده، تستحمل معايا، ما اخافش انها تتقطع بسهوله. تمام. فده معدن قوي، دي ميزه فيه جدا. اخر حاجه في الستانلس ستيل ايكواليتي. انت ما بتشتريش بس قطعه ستانلس ستيل وخلاص وغاليه علشان هي بس ضد تغيير اللون، لا لا، الكواليتي بتاعها بيفرق. بصوا الكواليتي بتاعت اي بيس هتاخدوها هتلاقوها كفينش وكواليتي مختلفة، القطعة نفسها مختلفة. تمام. اتمنى الفيديو ده يكون فات، حاولوا تشيروه يا جماعة عشان فيديو بجد لطيف ومهم جدا ان انتوا تعرفوه. الكوليكشن الجديد كله في الهايلايتس هتلاقوه عندكم، وفي البوست تابعونا، اسالونا على الحاجات وسعرها. الحقوا عرض الشحن المجاني بتاع القاهرة والجيزة قرب يخلص، انا مش مسؤولة ما تزعلوش. ماشي، واشوفكم على خير، باي باي.